زواجك من ابن عمك مش خيانة خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق، بقى مش خيانة ولكن لأنه اكتشفنا أنه هو أخوها بالرضاعة. طيب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام؟ أنا ما قدرتش نقول ليه، حيت أنا دبيت مع الآل ديالو، كان أصلا كلشي خايف من ردة الفعل ديالو، قالوا لي أنه غادي يتدمر وما قدرتش أنني نقول ليه. بتدمر أكثر إذا كان عرف رحتي خدتي واحد غيره يعني وانفصلتي عنه من دون سبب. ما كانش غادي يتقبلها، حيت هو كان كيبغيني بواحد الطريقة اللي بزاف، كان كيبغيني بجنون. ما قدرتش نقول ليه، فكرت أنني نمشي نتزوج ولد عمي ما نبقاش نشوفو، ولكن انا فكرت ملي عاودت للزوج ديالي بالمشكل اللي عندي، هو اللي ساندني وجيت لهذا البرنامج باش نلقى واحد الحل، باش نيتا هو نقول لي اشنو عندي باش. ليه عم تبكي؟ تفضل. ليه عم تبكي؟ انت قصدتي تيجي على استوديو عشان توضحي الامر مع خطيبك السابق مع عبد الرحيم. بغيت نبين ليه بانني انا ماشي خليته على قبل الفلوس ولا خليته حيت انا ما كنبغيش ولا لا، انا بغيت نوضح ليه حيت انا كنهضر مع الام ديالو كتقول لي بانه هو حالته تدهورات، ما بقاش داك عبد الرحيم اللي كنت انا كنعرف. انا ما بغيتوش يقول ان سلمى كذبت عليه ولا انها عمرها ما بغاتو ولا داكشي علاش جيت انا هنايا. ايه بس هيك يعني، بس جاي توضحي له الامر حتى يرتاح هو، ما في شيء يعني، ما في. علاش انا خليته. طيب ومن ذلك الوقت من سنتين الى اليوم ما شفتوا بعض؟ لا. ولا تواصلتوا ولا اي شيء؟ لا، انا كنهضر غير مع الوالده ديالو وكنسمع اخبارها من عنده خلاص. والله يعني قصتكم غريبه، بس وجهنا له الدعوه لعبد الرحيم، خلينا نشوف سوا اذا كان وافق واذا كان راح يجي. أستاذ جورج، احنا الآن كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال عبد الرحيم بن عبيشة باش نسلموه الدعوة ديالو. اجيو معايا نشوفوا واش كاين. أستاذ جورج، حنا دابا في الحي اللي كيتواجد به عبد الرحيم بن عبيشة، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموه الدعوة ديالو. اجيو معايا نشوفوه واش كاين. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عبد الرحيم بن عبيشة. وهذا عندك محل ديال كراء السيارات والبيع. اييه عندي محل. معك رجاء سالم من برنامج الاستاذ جورج القداحي. الاستاذ جورج بعث لك هاد الدعوه هذه الحضور. ممكن نعرف هاد الدعوه ديالاش؟ هذه الدعوه البرنامج ديال الاستاذ جورج جديد وبغاوك باش تكون معاهم ان شاء الله. مرحبا، ولكن ما فهمتش كتصوروا الكاميرا؟ هاد الكاميرا وهادشي كله باش الاستاذ جورج يعرف باللي راه حنا وصلنا لك الدعوه ديال الحضور ان شاء الله باش تمشي عنده البرنامج. بالنسبه للطياره التكاليف ديال الاوتيل، التكاليف ديال السفر، كلشي على حسابهم نتايا، كيبقى لك غير تمشي وتشارك في البرنامج. مرحبا. صافي، والبرنامج كيبقى مفاجاه حتى تمشي ان شاء الله تما وتعرف ماشي ان شاء الله يا سيدي. شكرا. يلا طريق سلامه. شكرا بزاف. الله يعاونك. شكرا. القصة اللي معنا من المغرب مثل ما شفنا قبل الفاصل، اجت صديقتنا سلمى جاي لحتى تقول لخطيبها السابق اللي تركته وتزوجت ابن عمها بعد منه انه هو كان اكتشفوا هي والاهل جميعا اكتشفوا انه هو اخوها بالرضاعة، بقى لذلك انفصلت عنه من دون ما تقول له، وما حدا قال له، قال كانوا خايفين عليه. رح نشوف هلا هو قبل الدعوة مش عارف شو فيه. عبد الرحيم اسمه، عبد الرحيم بينتظرنا بالخارج، صار وقت انه يتفضل، خلي يشرف.
ابراهيم. اهلا كيفك يا أستاذ؟ الله يبارك فيك والله انا اهلا وسهلا فيك. الله فيك. شكرا على مجيئك. طمني الله يبارك فيك. كيف كانت هالرحله وان كله مزيان. شاء الله ما فيش تعب؟ لا ما فيش. انت من وين؟ من كازابلانكا؟ ايوه من كازابلانكا. من كازا. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحيم، سالت لساعية البريد انه ويش بده مني الاستاذ جورج وانا ايوه ضروري. مش هيك؟ ايوه. انت شو مفكر مثلا؟ فكر اني عندي دعوه للبلاتو اشوفك واشوف الجمهور هذا واشوف مصر. الله يبارك ما في شيء اي ما تعتل هم، كله تمام ان شاء الله. الله يبارك فيك وتكون مكرم معزز والى اخره. بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ايوه المسامح كريم. المسامح كريم. هذا البرنامج في ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يجوا على الاستوديو مثل افضالك مثل حضرتك، وانت مش عارف مين اللي دعاك. بس مش انا اللي دعوتك، حدا طلب مني انه ادعوك، دعوتك. بتحب تعرف من هو؟ اكيد. هذا اللي دعاني وعايز يشوفني. اهلا وسهلا. ضروري اشوفه مين هو. انت بين عليك انك انسان طيب. طلع بهالشاشه وهلا بتعرف مين. عبد الرحيم لاباس. عرفتها؟ ايوه عارفها. عرفتها؟ ايوه عارفها. سلمى. سلمى؟ ايه هي سلمى. وسلمى قبل ما تشوفك عم تبكي. بس انا شو عامل لها لسلمى انت؟ هي اللي مش عامله لي هاي، مش انا اللي عامل لها. هي اللي عامله لي بزاف الحوايج، مش انا اللي عامل. نحكي، خلينا نحكي لانك رح تتفاجئ. رح بقرا لك الرساله تبعها وبتشوف شو عامله فيك. عبد الرحيم لاباس. لحظة سلمى، هلا ما تحكي انت. مستعجل كثير، بدك تحكي روقي. بتقلك اخي العزيز عبد الرحيم. اخي مش حبيبي، انتبه، اخي. ندفع احيانا ثمن اشياء لم نردها، وهذه هي الحياة. وانا وانت دفعنا ثمن علاقة قديمة جمعت اهلنا، وليس في يدنا أن نغير الواقع. هذه الشيطانة أو الماضي. هذه الشيطانة. لا بروح شوي. والله أنت شيطانة. أنت شيطانة بتهضري بزاف. أصلا أنت سمحتي. اسمعوا شوي. أنت سمحتي فيا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. أنت اللي سمحتي لي. أما أنا كبير أنا قبلك بزاف الحوايج. أنا خاصمت مع عائلتي مع أصحابي ما كل شيء على قبل. بدي أكمل الرسالة. سلمى اقعد لكن اقعد انا بدي اكمل لك الرساله. خلينا عادي يا سلمى، عادي انت خلص ما تقومي بقى. شو هالقصه؟ انا فكر انه ما في خلاف. ليك شو بتقول لك؟ استاذ جورج هذه خلتني يا اخي روش، يا اخي روش شوي. انا خليتني مسطح. خليني مسطح انا سنتين وانا انت لا بقى تحكي خلص. يا جورج هذه خلتني عامين وانا اسمع شوي بقاش تحكي، خليني اقرا لك الرساله بعدين نحكي انا وياك. روح بدي اكمل الرساله دي، خليني اكمل الرساله. بقول لك انت تعرف اني كنت احبك مثل ما احببتني، وهذا ما منعني من اخبارك بالحقيقه، في حقيقه التي عرفتها واخفيتها عنك انا واهلك خوفا عليك. اسمع الحقيقه هذه اللي تقول لي تجي عامين عاد تجي تقول لي الحقيقه اليوم. ايه اسمع. قال لقد لا ما كايناش. اسمع يا اخي. هي كذابه سمحت فيا استاذ جورج. روق شوي. لقد فضلت ان تظن اني خنتك عن ان اخبرك بالحقيقه، وكان هذا خطأي الوحيد الذي اعتذر لك عنه، وها قد اتيت اليوم لاصلاحي امام الناس. صحيح انا متزوجه الان، هي متزوجه ابن عمها، لكن امرك لا يزال يهمني، لاننا حتى وان افترقنا سنبقى اخوه. روح اسمع يا اخي، اسمع جيتي عندي انا. اسمع خلاك عاد جيتي عندي. اسمع انا بحكي لعبه تتسالي من هو عاد جي عندي. هو ماشي يسمح فيا، هو اللي خلاني يجينا، هو اللي استعدني باش يجينا. ماشي راجل هذا اللي خلاك تجي تشوفيني وسط الناس. لا هو اللي عرف خزك كيفاش داير، هو اللي استعدني. ما يخليك تجي عندي. عبد الرحيم خليني اكمل الرساله. سلمى ما بقى تحكي انت، اذا بتحكي بتطلعي من الاستوديو خلص. بقول لك صحيح انا متزوج الان، لكن امرك لا يزال يهمني، لاننا حتى وان افترقنا سنبقى اخوه، وهذه هي الحقيقه التي اخفيناها عنك، فانت اخي في الرضاعه، وهذا امر لا يمكننا تغييره. انا اكبر منها، كيف هي اختي وانا اكبر منها؟ كيفاش هي اختي؟
كيفاش هي اختي وانا اكبر منها؟ قديش اكبر منها؟ انا اكبر منها، انا اكبر منها في السن. كيفاش هي اختي وانا اكبر منها في الرضاعه؟ كم سنه؟ انا اكبر منها ب6 سنوات. طيب رضعتوا من نفس الام؟ ما رضعناش منها ولا ما رضعش من امي، ما اصلا انا اكبر منها ب6 سنوات، ماشي ما يمكنش تكون راضعه معايا. الله يعطيك الصحه. انا اكبر منها. طيب هي مش اسمع هلا ما تنسم انت ما تزعل رقدة عبد الرحيم هي جاي بس تكذب، جاي هي تطالبك. كذابه عليك. انا هي هذه الشيطانه، هذه الكذوب 10 صفر، هذه الكذوب 10 اخويا صفر. ما ودع كلمه ما ودعش معايا انا تمام. كذوب بزاف. اسمع عبد الرحيم هلا هني عم بتقول هي وامك عم بتقول لها لازم تحكي معك وتقول لك انه اخوها بالرضاعه. هلا مش ضروري تكونوا عم ترضعوا بنفس الوقت، عرفت كيف؟ بجوز امك او امها مرضعتكم، ما بعرف مين مرضع مين. سولها قول لها شكون مرضع. هي كتكذب اصلا، ما غتعرفش تقول. لا درجه ما ودعتش ماما انا وياك. خد جمر هذا مع اخويا اسامه عبد الرحيم. طيب خلينا نسمع. جمر هذا مع اخويا اسامه، وكونك انا قاعد تقول اخويا اسامه غادي نكون انا وياك. هي مزوجه البنت، هي متزوجه وزوجها قال لها روحي اعتذري من عبد الرحيم وقال لها خلي يعرف الحقيقه. هني فصلت عنك. انا على قبل هاد السيده وليت كنكمي كنشرب كنضحك على دريات. انا لا تشي هي اللي خلاتني نوصل لهاد عبد الرحيم غير انا لا تشي لنا سول ماماك عبد الرحيم. تزوج بها ولا سول ماما كلنا كنا مع التليفون. شهر سيمانه اسبوع نوض صيفطها بحالها. على قبلها هي. حيت انا كنت حاجه ما كنقدرش نجيبها لها وكنجيبها لها. انت راح تعرف كندير بزاف د الحوايج على قبلها. عبد الحليم يعني هلا راح تعرف الحقيقه انه هي اختك في الرضاعه. خلص عرفنا الحقيقه. لا انت مش معترف بهالشيء؟ لا ما كايناش اختي في الرضاعه، انا اكبر منها. ما يمكنش لو كنت اكبر منها يا اخي، امك مرضعتها. ما يمكن سول شكون هي فين اختي في الرضاعه. او امها هي مرضعتك. لا ما ردعتنيش. امها لا ما ردعتنيش. عبد الرحيم سول ماماك. ما ردعتنيش او ما ردعتش وما ما ردعتنيش. سول خالتي فاطمه سولها هي. انا كلنا طيب عادي يا سلمى، عادي يا سلمى. هي اللي غتقول لك ما تقولش انا كدابه. انا ما جيت لهنا من المغرب لمصر، جيت باش نقول لك. سلمى عادي يا سلمى، خلص ما في داعي لكل هالشيء. انت تزوجتي وعندك حياتك وجاي غير سمح فيها جات تشوف. اسمع لا شوف خلص. غير سمح فيها حتى لا هو جات عندي انا. ما فيا بالعكس، هو اللي سالتني باش نكون انا هنا. حيوان تربيه شهر وتسمح فيه يخلي. شهر تخليه، ما توكليه ما والو، ما تمشيش عنده يسمح فيك. ماشي عامين يخليك انت، ما يعيط لك، ما يسول فيك، ما يقول لك حتى شي حاجه. دابا يجي يقول انا اخوك. ما يتزوج انت مش عايزه منك شيء. انا عارف. جاي تقول لك انه انت اخوها بالرضاعه وما بدها منك شيء، لا بدها تتزوجها ولا بدها ترجع لك ولا بدها شيء. ما بغيتش نبقى نسمعها ونشوفها. خلاص من والله بدك تمشي. ايوه ما راح تسمع والله. انا بدي اشكرك انك جيت. شكرا. وعذرنا على المفاجاه، كنا حابين تكون مفاجاه حلوه بس انت مجروح والله. حتى باش نشوفها ما الله يرحمه والله. بسيطه معذور حبيبي. الله يبارك. وانت عذرنا. الله يبارك. اوكي يا عبد الرحيم، الله معك. الله معك. معك ربو؟ عندك ربو؟ سلامتك سلمى. عندك ربو سلمى؟ قاسم؟ يعني أنا كنت متوقع هالشيء يا سلمى، لأنه خلص كل واحد منكم بحياته وأنت مش راجعة. خلص أنت حكيتي اللي لازم تحكيه. هلا طالما رح ترجع على المغرب، اسمعيني، لما ترجع على المغرب وطالما في علاقة مع أمه، خلي أمه هي تقول له الحقيقة، وأنت خلص خليكي مع زوجك وعيشي حياتك وانتهت القصة بينك وبينه. خلاص طالما هو مش معترف انك اخته بالرضاعة، هو مش معترف. وانت مين قال لك انه اخوك بالرضاعة؟ انا وانا جا خطبني من دارنا، تلاقوا الاهل. الاهل تلاقوا الاهل ديالي والاهل ديالو. مين كان يرضع الثاني؟ امك كانت ترضعه؟ امه كانت فاش يلاه ولدات وكانت عندها مشكل ورضعته الام ديالي. ملي خرجوا خلاص حلوها بالمغرب، خلي امه تقول له انه اخوك بالرضاعة وانتهت القصة. نحن هون ما الرجل تفاجأ وردة فعله قوية
وخلاص، وانت ما تبغي منه شيء، يعني ما بدك ترجعوا مع بعض، انت متزوجه وديري بالك من زوجك، متشكرك على ثقتك وحاولتي انك تحلي هالمشكله معنا بالاستوديو، بس ما صار، ما حصل، مش بايدنا. على كل حال خدي بالك من نفسك، من الأزمة تبعك، وانت عصبية شوي من وقت ما جيتي ما وقفتي الهز. اوكي يلا، وسلمي على زوجك لانه هو قال مش راجل، انا بلاقيه راجل انه سمح لك تجي وتقابليه. اوكي يلا، شكرا مع السلامة. مع السلامة، شكرا. هيدي أول قصة بتصير معنا من هذا النوع، يعني على كل حال اجت الست منا عارفين شو بدها منه، بدها بس تعتذر وترجع العلاقة علاقة الصداقة. ما اعترف انه اخته بالرضاعة، شو بدي اعمل؟ يعني ما فينا، ماني ملاقي حل، ماني ملاقي اني في مشكل كبير ولا ملاقي انه في حل. على كل حال انتهت كما يجب ان تنتهي هذه القصة، كل واحد رجع على بيته بيدبروا حالهم هني بالمغرب. أنا بلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من المسامح كريم.